أخيرا وبعد طول انتظار عودة أنمي بلاك كلوفر بشكل رسمي. الأنمي اللي ناس كتير بتحبه وناس كتير كانت ابتدت تفقد الأمل في إن الأنمي ده يرجع من تاني. بس لسه طالع لنا خبر جديد إن الأنمي هيرجع ويكمل وممكن ينزل في آخر السنة دي أو في 2026. أنا اسمي فتحي سنادة، وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب. خلونا نبدأ الأول، هو ليه الأنمي اتوقف أصلا في 2021 وبعد 170 حلقة؟ الانمي وقف فجأة وناس كتير افتكرت ان هو اتلغى او اتكنسل ومش هيكمل تاني، بس في الحقيقة ان الانمي كان ابتدى يسبق المانجا وما كانش فيه قصة ان هم يعرفوا يعملوا منها حلقات، فكان لازم ان الاستوديو يوقف شوية علشان المانجا تكمل وبعد كده يرجع يكمل تاني ينتج الحلقات. وفي الفترة دي في ناس كتير قوي زعلت وفقدت الامل ان الانمي يرجع تاني من اصلا، لان هو وقف 4 سنين وما كانش فيه اي اخبار عنه. بس في نفس الوقت كانوا شغالين على ان هم بيخلصوا جزء من المانجا علشان يقدروا تاني يرجعوا ينتجوا الانمي، وده الخبر اللي لسه طالع لنا جديد ان هم هيرجعوا تاني ينتجوا الانمي بتاع بلاك كلوفر. ممكن يكون السنة دي او في السنة الجاية 2026 ان شاء الله. والموسم الجديد هيبدأ من بعد الحلقة 170 وهيكون حقيقي واحد من أقوى المواسم اللي أنت ممكن تشوفها، لأن هو بيغطي الأرك بتاع مملكة إسبي اللي هو واحد من أكتر الأركات اللي مجنونة في القصة كلها، اللي انت هتبدأ تشوف فيه معارك ما شفتهاش قبل كده وظهور جديد للشياطين. غير ان في الارك ده اسطى هيتطور بشكل مرعب جدا في ان هو يبدأ يتحكم في الباورز اللي عنده، وفي نفس الوقت يونو هيبدأ ان هو يعرف اكتر عن الماضي بتاعته والقوة بتاعته هتزيد. وكل الشخصيات فعليا اللي موجودة في الانمي هتكون قدام تحديات قوية جدا وفايتس حلوة قوي. وعلى سيرة يونو بقى خليني اقول كده حاجة انا مش فاهمها. في ناس كتير بشوفها بتنزل ان هي مش بتحب شخصية يونو، فانا مش فاهم ليه الصراحة. يعني الراجل قوي وهادي وكيوت، بس تحس ان الكاتب برضه بيديله شوية باورز زيادة علشان يبقى اقوى من اسطى. في نفس الوقت اسطى بيفضل يحاول علشان يجيب الباور بتاعته، فعشان كده في ناس كتير ممكن ما تكونش بتحبه، بس انا بصراحة انا بحبه. فانت قولي في الكومنتات هل انت بتحب يونو ولا لا. خلينا نرجع تاني للانمي اللي هيكمل تاني واللي متوقع ان الانتاج بتاعه يكون من نفس الاستوديو اللي كان شغال على الانتاج بتاعه قبل كده، مع ان في شوية تسريبات ان هم ممكن يستعينوا باستوديوهات تانية علشان تساعد معاهم، علشان كان في تعليقات قبل كده على الحلقات اللي كانت بتتعمل بسرعة وكانت الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجة. فلو الكلام ده طلع صح فعليا فانا اعتقد ان احنا هنشوف واحد من احسن الانميات اللي احنا هنشوفها في التاريخ. لحد دلوقتي مفيش ميعاد رسمي واضح امتى الانمي ممكن ينزل، بس التسريبات بتقول ان هو ممكن يكون في اخر 2025 او في 2026. يعني فعليا خلاص فاضل شهور قليلة قوي ونرجع تاني نبدأ نتفرج على بلاك كلوفر. وحسب التسريبات برضو ان القصة هتكمل تاني من المانجا، يعني مش هيكون فيه اي تغييرات جديدة، بس هنشوف تطور كبير قوي من كل الشخصيات سواء استا او يونو او بقية الشخصيات اللي حواليه. انا بصراحة شايف ان عودة بلاك كلوفر مش هتكون حاجة بسيطة خالص. عودته فعليا لو اتعملت صح والرسم طلع حلو والتحريك حلو جدا ممكن يكون تحفة فنية، ويقدر يقف بقوة ضد الانميات الكبيرة سواء اتاك اون تايتن او وان بيس او ناروتو او اي حاجة من الحاجات التقيلة. وقبل ما نخلص قول لي انت ايه رأيك وايه الفايت اللي انت فعليا قاعد مستنيها علشان تشوفها في عودة بلاك كلوفر. انا اسمي فتحي سنادة، ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك وفولو عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة.